السلام عليكم. اليوم بنسوي معكم الخبز الشامي بطريقة سهلة جدا كالعادة. نشوف الطريقة. أول حاجة هنا عندي 3 أكواب دقيق ما يقارب 500 جرام. بعد كده بحط عليهم ملعقة كبيرة خميرة و3 ملاعق سكر. هنا عندي ربع كوب حليب ما يقارب ملعقتين. رشة ملح. ونخلط المكونات الجافة مع بعض كويس. بعد كده هنا عندي ربع كوب زيت أو زيت زيتون. هنا عندي كوب إلا ربع موية. بحط الموية بالتدريج وأعجن إلين ما أوصل لهذا القوام. بعد كده بغطي العجين تقريبا ربع ساعة أو 20 دقيقة إلين ما يتضاعف الحجم بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. حاليا باخذ قطعة ووزنها تقريبا 100 جرام. طبعا انتم تقدروا توزنوا حسب الحجم اللي تبغوه. برش دقيق على السطح اللي راح اشتغل عليه. بهذه الطريقة اضغط العجين وافرد قطعة الخبز بهذا الشكل. هذا السمك والحجم المطلوب. حاليا بخبز الخبز في الخبازة بهذا الشكل. دقائق بسيطة ويكون عندنا الخبز جاهز. وهنا عندي واحدة ثانية كمان جاهزة. وهنا بعد ما خلصت الكمية وهذا الشكل النهائي. وبس كذا وعليكم بألف عافية.